هذه الندوة المباركة التي جاءت في سياق الاهتمام بالسنة النبوية إثر إنشاء هذه منصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف، لأن هذه المنصة بالرغم من إشعاعها ومن عطائها الوفير، فكثير من الناس خصوصا في الطلبة لا يعرفونها ولا يعرفون كيف يتعاملون معها. وقد بادر كل من رئاسة جامعة محمد الأول والمجلس العلمي المحلي لوجدة والمجلس العلمي الجهوي للمشاركة في هذه الندوة. والأمر كان في البداية هو التعريف فقط بالمنصة، لكن ارتأينا أن نوسع الدائرة قليلا لنضيف إليها بعض المحاور الأخرى المتعلقة باهتمام علماء المغرب وسلاطينه وأولياء أموره بالحديث النبوي الشريف عبر العصور، وكذلك الاهتمام بمصادر السنة النبوية، خصوصا ما يتعلق بموطأ الإمام مالك الذي ينفرد المغرب بأنه يمتلك نسخة لا يمتلكها غيره من بلدان. هذه النسخة التي أمر مولانا أمير المؤمنين بإخراجها وقد أشرف عليها المجلس العلمي الأعلى، وهي معروفة الآن ومتداولة. وكذلك صحيح الإمام البخاري الذي أصبح في الآونة الأخيرة يتحدث عنه وينتقد، فالندوة جاءت لتبين الأمر. فهذا هو السياق العام الذي جاءت في إطاره الندوة التي ترمي الإجابة عن 3 أسئلة أساسية، وهي هل المغاربة يهتموا بالحديث النبوي الشريف؟ وكذلك هناك دعوة أخرى رائجة تبناها بعض الناس، وهذه الدعوة تزعم أن القرآن الكريم يكفي، لابد يكفي دون الحاجة إلى السنة النبوية. ثم كذلك الأمر الثاني وهي صحة ما يقال عن صحيح الإمام البخاري، خصوصا في الآونة الأخيرة التي ظهرت بكتب كثيرة تتحدث عن صحيح الإمام البخاري.